طب هقول لك ايه، طيب والله ما في حاجه تتقال. مودرن سبورت بيكسب الزمالك في الدقيقه 86. مودرن سبورت ده ايه يا عم؟ مودرن سبورت ده اللي ما كسبش ماتش في الدوري لغايه دلوقتي. مودرن سبورت ده المركز الاخير في الدوري. مودرن سبورت ده اللي انت عندك ماتش معاه في الكاس. وهقول لك حاجه كمان، ان احنا اتكشفنا جدا اما عبد الله السعيد ما لعبش النهارده. ده يثبت لك قد ايه، مع احترامي ليك يعني في الكلمه اللي انا اقولها، ان الزمالك ملط من غير عبد الله السعيد. ده منظر اداء يا جدعان. يا جماعه دي منظر فرقه. دي منظر فرقه عايزينها تحقق الدوري اللي نظامه اسهل نظام اتعمل من سنين. ايوه، انا من وجهة نظري ان نظام الدوري السنه دي هو بيساعد كل الفرق وسهل جدا. دي منظر فرقه احنا عايزينها ان هي تحقق الكونفدراليه. وللعلم الكونفدراليه السنه دي غير السنه اللي فاتت. انت السنه دي لا، انت معاك فرق قويه جدا، ولو فضلت بالاداء الباهت ده والاداء اللي ملوش ولا طعم ولا لون ولا ريحه، انت مش هتعمل حاجه في الكونفدراليه. هتيجي بقى انت تكلمنا عن جروس وتقول لي المدير الفني ومش مدير. طب ما المدير الفني ده من اول يوم جالك فيه وهو طالب صفقات. والحقيقه انا مش فاهم مجلس اداره نادي الزمالك. يا عم اطلع وقول اللي انت مش هتجيب صفقات، لكن ايه قصه النوم في العسل اللي انت عايش فيها دي؟ يطلع المتحدث الرسمي ويطلع اعضاء من مجلس الاداره ويقول لك لا الزمالك هيتعاقد مع صفقات في يناير، ويطلع حد تاني يقول لك لا الزمالك مخلص 3 لعيبه من ضمنهم 2 لعيبه محليين وواحد محترف. طب فين يا جماعه الكلام ده؟ فين الكلام ده يا عم؟ لو انت ما معكش فلوس يا عم ومش قادر تجيب محترفين، طب ما انت كان قدامك محمد هلال بتاع البنك الاهلي اللي هو لعب النهارده ضدنا في مودرن سبورت. الواد ده جناح على حقه وبيلعب لك كمان جناح شمال وممكن يلعب جناح يمين. مش قادر اللي انت تخش تخلص صفقه محليه؟ افضل واقول واعيد فكره مصطفى شلبي. مصطفى شلبي يا جماعه مش هيتطور. مصطفى شلبي هو اخره اللي بيعمله في الملعب. للاسف مصطفى شلبي ما عندوش اكتر من كده يقدمه لك، لان هو اتحرق خلاص بعد الموسم الاولاني اللي قدمه مع الزمالك. هو شبع كوره. والحقيقه انا مش فاهم، يعني انت كمجلس اداره شايف ان الفرقه هتقدر تكمل بالمستوى ده؟ يعني انت كمان ماتشين، اعتقد ان الماتش الجاي عندنا الجونه بعد كده بيراميدز. انت متخيل ماتش بيراميدز والزمالك ده هيبقى عامل ازاي بمنظرك يا راجل؟ ده حتى انا كنت متعشم اما ناصر ماهر يرجع هيلعب وينج مكان مصطفى شلبي، وتاري جروس اصلا مصنفه ان هو لعيب مركز 10. يعني لو جيت تفتكر كده في الاول لما ناصر ماهر قبل ما يتصاب كان جروس بيلعب عبد الله السعيد جنب دونجا، وقدامهم بقى ناصر ماهر اللي هو مركز 10. يعني انا مجبر اكمل الموسم بمصطفى شلبي وينج شمال والبديل بتاعه مش لاك. والحقيقه ان منظر الفرقه النهارده كان مقزز جدا. يعني ده كفايه كمان، يعني مش هقول لك كمان اللي احنا هجوميا كنا زي الزفت، لا ده انت كمان شوف الجون اللي دخل فيك، نفس الوان تو اللي بيتعمل ما بين المدافعين والكرة برضو كل ماتش بتخش فيه الجون. الحقيقه لو انت النهارده بتتفرج على الفيديو بتاعي عشان اقول لك اي حاجه ليها علاقه بالماتش، هو الماتش ما فيهوش اي حاجه تتقال. ولكن انت بقى لو عايز تشوف كلام على حق، هو المفروض الكلام اللي يبقى ضد مجلس الاداره اللي في حاجات كتير بقى زي ما قلت لك كده، في حوار الصفقات اللي احنا لغايه النهارده يوم 23 يناير مش عارفين نخلص صفقة على الأقل محلية. وكمان موضوع تجديد زيزو ده اللي خانقني بصراحة، ويعني قرفان منه. يا عم أنا مدرك فكرة إن أنت ما معكش فلوس تجدد للراجل ده بالأرقام اللي هو بيقولها. طب ما تطلع بقى وتقول الكلام ده علني. يعني الكلام اللي بيتقال ده لو حقيقي فهي كارثة. فكرة إن أنت تتفق مع اللاعب 3 مرات وفي ال3 مرات تيجي تمضي العقد يخترع لك حاجة جديدة. تسمع بقى كلام غريب، يعني أول مرة بصراحة يعني أسمع حاجة زي كده، إن هو طالب 75 مليون و25 مليون لوكيله. حاجات غريبة. ولو هنفترض الافتراض الاول وان فعلا اللاعب بيعمل كده ووكيله بيعمل كده، طب انت عايز تجدده بناء على ايه يا عم؟ اطلع وقول اللي انا اتفقت مع اللاعب ووكيله 3 مرات، وفي ال3 مرات اما بنيجي نمضي العقود في حاجه بتختلف في الطلبات. فده يا جماعه بيؤدي كده بالراحه ان احنا مش هنعرف نجدد للاعب ده، والجماهير هترفع لك القبعه ومش هتقول لك تلت التلاته كام. لا ده انت بقى بدل ما تخلي اللاعب يركز على الاقل في ال6 شهور اللي هو يلعبهم معاك ده لو ما جددش معاك، يعني يفضل بقى شاغل باله بحوار التجديد وحوار بقى التسريبات اللي عماله بتطلع من الصحفيين، وان انا هجدد عقدي ولا لا، ويطلع هو ينزل رساله رسميه على الانستجرام بيقول لك بقى ان انا مع النادي وعارف ظروف النادي ومقدر مجلس الاداره. ولو مجلس الاداره شايف من وجهه نظره ان مساله تجديد عقدي دي هي المفروض تبقى البند الاخير في المشاكل اللي موجوده دي، انا هبقى مع الفريق برضه. الحقيقه والشكل اللي احنا شايفينه ده ان مجلس اداره نادي الزمالك بيدير كل حاجه جوه النادي بعشوائيه. مع احترامي ليك، طالما انت ساكت وما بتطلعش تبرر وما بتطلعش تتكلم وتقول الاسباب اللي عندك اللي مخليه الحاله بتاعت فريق الكوره بالمنظر ده، فانا من حقي اللي انا هاجمك. والغريب كمان ان هم ما بيسمعوش لحد، لان الجماهير اصلا كانت عماله بتهتف ضدهم في ماتش الاتحاد. فيعني احنا بقى اما هتفنا ضدهم النهارده في ماتش مودرن سبورت هم بقى يعملوا حاجه ولا في حاجه هتحصل. حقيقي انا مشفق على فريق الكوره والاداء السيء والباهت اللي احنا بنقدمه ده، ومش عارف بصراحه اخره الموضوع ده هيبقى ايه. يعني الواحد كان امله ان احنا نجيب 3 صفقات، صفقتين يا عم على الاقل كواليتي كويس كده يقدروا ينقلوا الفريق في حته تانية، ولكن للاسف شكل ده مش هيحصل. واخر حاجه في الفيديو انا برضو عايز اقولها، يعني طالما انت مش عارف تجدد لزيزو ولا عارف تجيب صفقات ولا عارف تجدد لعبد الله السعيد والونش ودونجا والناس دي،
طب انت قاعد بناء على ايه؟ يعني قاعد بتعمل ايه؟ والله حاجه غريبه. يعني الثلاث اسباب اللي انا بقول لك عليهم دول هم مش عارفين يعملوا منهم حاجه. طب انت قاعد بتعمل ايه يعني؟ ولا ايه لازمتك في الدنيا اصلا؟ في الاول وفي الاخر ربنا يكون في عون نادي الزمالك وجماهيره. في الاول وفي الاخر انا زملكاوي، والكلام ده طالع مني عشان مصلحه الفرقه. بتمنى اكون وصلت وجهه نظري ليك مظبوط كزملكاوي، ولاي زملكاوي يتفرج عليا. شكرا.